اهلا بيكم. ازاي كاتب محتوى وما تعرفش الكونتنت ماتريكس؟ ما ينفعش تكون كاتب محتوى وما تعرفش يعني ايه كونتنت ماتريكس او مصفوفه المحتوى، لانها اكتر اداه هتساعدك تنظم الكونتنت استراتيجي بتاعتك وتقسمها حسب الكي بي ايز ونوع المحتوى اللي هتقدمه لجمهورك وكمان مكانهم في السيلز فانل. في الفيديو ده هعرفك على الاربع جوانب بتوعها وازاي تستخدمها. اول حاجه جزء الاديوكيشنال، ده الجزء اللي بتقدم فيه للعميل معلومات عن منتجك وازاي يحقق منه اقصى استفاده، ودي المرحله اللي بنسميها الاويرنس في السيلز فانل، وبنستخدم فيها انواع محتوى زي المقالات، الكتب، التيبس او الانفوجرافس. تاني حاجه جزء الانترتينمنت، هو باين من اسمه جزء ترفيهي، هدفه تبني فيه علاقه مع الجمهور، وبنستخدمه واحنا في مرحله الانترستس في السيلز فانل، وبيظهر في المحتوى بتاعك على شكل مسابقات، اسئله او العاب. اما الجزء الثالث فهو الانسبايرنج، والهدف منه انك تنور حاجه في دماغ العميل او تحرك عنده مشاعر تخليه يرتبط بيك كبراند وحابب يجرب منتجاتك. وفي السيلز فانل دي المرحله اللي بنسميها الديزاير او الرغبه، ومن انواع المحتوى الفعال جدا فيها الاخبار والترندز. اخر جزء هو الكونفينينس، وطبيعي يكون هدفه هو اقناع العميل بالشراء، ودي نفس مرحله الاكشن او اتخاذ القرار في السيلز فانل. وطبعا المحتوى البيعي هو افضل نوع في المرحله دي، زي اللاندنج بيجز والاعلانات والفري ديموز. اكتب لي في كومنتس بتستخدم الكونتنت ماتريكس في شغلك ولا لا، وما تنساش تعمل لايك وفولو. دمتم بسعاده.